السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله، في افضل صحة كده وبأتم الاحوال. تعالوا بينا في بداية الفيديو ناخد حسنات ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حابة في اول الفيديو اعرفكم بنفسي للناس اللي بتشوفني لاول مرة. انا نسمة من قناتي على اليوتيوب اسمها نسمة في المطبخ، وان شاء الله باذن الله تشرفوني وتنوروني في القناة بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان كل يوم بنزل فيديو يوصلكم بيه اشعار. وحبايب قلبي اللي بيشوفوني دلوقتي متنسوش تدعموني بلايك على الفيديو عشان تساعدوني ان الفيديو يتشاف ويوصل لاكبر عدد من الناس. ان شاء الله باذن الله حلقة النهاردة تبقى حلقة جميلة جدا بمناسبة العيد. هنعمل النهاردة بسكوت العيد بس بشكل جديد جدا ومختلف. يلا نشوف الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا هعمل المقادير بالكيلو. معايا كيلو دقيق وخدت له كوباية وربع من السكر البودرة، ومعايا بص بوريكم المج ده هو ده اللي انا بعاير بيه، وحوالي 4 كوبايات الا ربع من الزبده اللي انا استخدمتها هي زبده كريستال موجوده في السوبر ماركت، وذره ملح وفانيليا وبضايه وربع هناخدها ازاي هتعرفوا دلوقتي في الفيديو. اول حاجه تعالوا نحط ذره الملح كده على الدقيق، نطره بسيطه جدا من الملح على الدقيق وبقلبه وهشيله كده على جنب. تمام. بعد ما قلبت الدقيق عندي الزبده لازم تكون بدرجه حراره التلاجة، يعني الزبده ال4 كوبايات الا ربع من الزبده لازم يكونوا بدرجه التلاجة. انا لما جبت الزبده قطعتها مكعبات زي ما انتم شايفين وشلتها في التلاجة عشان تبقى سهله عليا في الاستخدام. تمام. حطيت الزبده في المضرب في العجان، انا اسفه. طب انا ما عنديش عجان هستخدم ايه؟ استخدمي المضرب الكهربي العادي. ما عنديش مضرب هستخدم ايه؟ الكبه بتاعه الخلاط، بتاعه الكبه يعني العاديه، بس بلاش يكون السلاح بتاعها اللي هو السلاح المعدن، خليكي استخدمي السلاح البلاستيك. اول حاجه بعملها لازم اضرب الزبده كويس في العجان او في المضرب بتاعي علشان تنعم وتبقى معايا قوامها كريمي. تمام. وزي ما انتوا شفتوا كده انا برفع العجان وبقلب الزبدة وبجيب اللي في الجناب وبجيب اللي في السلاح بتاع العجان علشان كله يبقى معايا قوام واحد وحاجة واحدة. تمام. ضربتين 3 بس كده لحد ما الزبدة تبقى معايا ناعمة زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى هنزل بالسكر البودرة اللي هو كوباية وربع من السكر البودرة على الزبدة. عايزة اقولك حاجة، لو انت عايزة تقللي المقادير يعني مثلا مش هتعملي كيلو دقيق، اعملي نص كيلو براحتك، اعملي ربع كيلو براحتك. اهم حاجه بس ان انتي تاخدي المقادير مظبوطه. يعني لو هتعملي نص كيلو هتنصصي كل المقادير اللي انا عايلها لك في الفيديو دي. تمام. فلو هتعملي كيلو زي ما انا عامله كده، انا عامله كميه كبيره عشان هدي يعني حماتي منها وسلفتي كمان. تمام. تعالوا بقى اوريكم ازاي ناخد بيضه وربع البيضه التانية. اول حاجه اول بيضايه انا كده دمجتها وضربتها مع بعض كاني هعملها اومليت بالظبط. تمام. وهحطها البيضه دي كامله. ماشي. تعالوا بقى نشوف انا هاخد الربع التاني ازاي. هكسر البيضه برضو وهدمجها بالشوكه اهي عادي خالص، وهنزل منها ربعها بس بالنظر كده، يعني قد تقريبا معلقه من بتاعه الاكل الكبيره. تمام كده. تمام. انا كده اخدت الربع بتاعي واخدت كمان البضايه. الباقي ده انا ممكن اتبل بيه بانيه، اعمل بيه اي حاجه تانية على جنب. وما ننساش طبعا طالما حطينا بيض لازم ننزل بالفانيليا. انا حطيت فانيليا سايله وفانيليا بودره لان السايله عندي كانت قليله، فبعرفك ان انت تقدري تستخدمي الاتنين يعني سواء سايله او بودره، مش لازم يعني تعجزي نفسك. وبضرب كله كده مع بعض السكر مع الزبده لحد ما يديني القوام الكريمي الناعم. ولازم اقلب برضو زي ما انتم شايفين كده علشان اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، وكمان العجينه او الخليط بتاعي كله يبقى يعني متجانس، يعني ميه واحده زي ما بيقولوا. وهضرب كده كمان ضربه حلوه لحد ما الاقي القوام معايا السكر اختفى في قلب الزبده، وكمان عمل معايا ايه قوام وملمس ناعم وفاتح. ما ينفعش سكر حبيبات، لازم يكون سكر بودره. انا ما كانش عندي سكر بودره فضربت سكر بودره في البيت عادي. تمام. انا حطيت بقى نص كميه الدقيق اهو. بعد ما تجانسوا شوية حطيت نص كمية الدقيق وابتدأت اشغل عليهم العجان او المضرب زي ما قلتلك اللي بتستخدميه. اهم حاجة بس ما تضربيش كتير لان الوصفة دي مش عايزة ان انتي تقعدي تضربي فيها كتير. تمام. وهنزل بقية الكمية، بس انا كنت عايزة اعدل السلاح ده شوية عشان ما كنتش عارفة يعني احط الطبق كان المفروض يجي ناحية الكاميرا، بس انا بقى ايه قلت خلاص هعمله انا وحظي. تمام. فهبتدي برضو ان انا احط بقية كمية زي ما انتم شايفين بتاعت الدقيق، وضربتين بالراحة وعلى الهادي كده، ضربتين 3 اهو.
انا عايزه القوام بتاعي يبقى مرمل، يبقى شكل الرمل كده. مش اهو بصوا كده، شايفين لسه برضو في باقي. علشان ما يتضربش كتير معايا، لو اتضرب كتير معايا هتحسي ان العجينه ناشفه. تمام. والزبده ايه، مش شربتها كلها، يعني شربت الدقيق كله. تمام. انا بس بوريكم هنا اهو، لازم اقلبه كده بايدي عشان انا بصراحه مش مالكه ان انا اعمله بالمعلقه. تمام. انا بس بقلبه كده تقليبه بسيطه، مش بعجنه بايدي اهو. وهحط كمان باقي الكميه بتاعتي بتاعت الدقيق اللي باقيه، يعني معايا بقيه الكيلو. زي ما قلت لكم الكيلو اخد تقريبا 4 كوبايات الا ربع من الزبده. تمام. اهو هحط باقي بقى الدقيق ده. حطيت باقي الدقيق وقلبته قلبتين كده بالعجان. برضو انا بس عايزه اوريكم القوام بتاعه والشكل اللي انا عايزه اوصله في النهايه. بصوا اهو، انا هوريكم دلوقتي اللي انا اقصده بالعجينه. بصوا العجينه تحسها مفروله ومرمله كده، مش ماسكه في نفسها يعني كانك بتعملي عجين، لا، هو ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه للبسكوت بتاعي النهارده. تمام كده زي الفل. هكور بس العجينه، مش هعجنها، يعني انا هلمها بس على بعضها كده. انا بس هنا بوريكم العجينه ازاي طريه، يعني ما يهمكوش ان هي تكون مرمله كده وسايبه، لا، لما بتيجي تخلطي او تمسكي الحته على بعضها تلاقيها طريه وجميله جدا معاكي وملمومه وزي الفل. المهم ان هي ما تشققش يعني. بصوا انا كده لميت العجينه على بعضها اهي، علشان اسيبها ترتاح في التلاجة شويه، تقريبا كده 10 دقايق ربع ساعه. خلينا نقول ربع ساعة علشان نبقى مدينها ايه كل وقتها. كده يا حبايبي بعد ما سبتها في التلاجة ارتاحت شوية وطلعتها بقى علشان اصبعها معاكم ونعملها بطريقة جميلة. طبعا انا باخد منها الحتة على قدي وبشيل الباقي متغطي جنبي في مكان يكون بارد شوية، ويستحسن يكون في التلاجة، يعني خدي منها حتة اشتغلي منها والباقي خليه في التلاجة. تمام. لحد ما تبتدي ايه، تشتغل يعني فيها تاني. عايزه اوريكم بقى انا هنا بعمل ايه. بعمل اصابع البسكوت بقى، الحاجه جديده بقى دي، يعني جربوها هتعجبكم، خطيره يا جماعه، فظيعه ما شاء الله يعني. بألف هنا وشفا يا رب اللي هيجربها ويعملها وياكلها. طبعا انا بجيبها كده اهو، انا اللي انا فرشاه على على الرخامه ده ورق زبده، بس ورق زبده بيبقى شفاف شويه. ما عندكش ورق زبدة مفيش مشكلة، يعني اشتغلي عادي على كيس او اي حاجة. انا زي ما انتم شايفين ببرمها كده برمة بسيطة وبسويها بايدي. اعمليها الحجم اللي انت عايزاه والسمك اللي انت عايزاه، يعني الناس اللي عايزاها تخينة او مبططة براحتك، عايزاها شبه البقسماط او الباتونساليه وكده يعني براحتك. تمام. بس انا حبيت ان انا اعملها ايه، رفيعة ومبططة سنة. تمام. فده اول صاج عملته كله باللي هو ايه اصابع البسكوت زي ما انتم شايفين كده. كملوا معايا الفيديو للاخر، هيعجبكم جدا 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 لما تشوفوا شكله في النهايه. عايزه افكرك يا حبيبه قلبي، لو ما حطيتليش لايك على الفيديو بالله عليكي ساعديني بلايك على الفيديو علشان الفيديو بتاعي يترفع ويتشاف. تمام. وطبعا لو مش مشتركه في قناتي شرفني جدا انك تكوني موجوده معانا في القناه، قناه نسمة في المطبخ على اليوتيوب. طيب انا هنا المفروض كنت مسخنه بقى الفرن بتاعي قبلها على درجه حراره 180، وولعت الرف اللي تحت بس. تمام. وحطيت الشبكه في النص، يعني الرف الصاج دخلته على الشبكه اللي في النص على درجه حراره 180، وولعت له من تحت بس. تمام. انا هنا بقى بوريكم ان انا اقدر اعمل اشكال كتير جدا بالعجينه دي. هعمل معاكم شويه اشكال حلوين كده. عشان افرد العجينه لازم يكون عندي ورق زبده، او على الاقل كيس تحطيها على كيس وتغطيها بكيس، علشان العجينه عمرها ما تتفرد معاكي الا لو كان عليها حاجه. ويستحسن يكون ورق زبده، تكوني مغطيها بورقه الزبده عشان تقدري تفرديها كويس من فوق ورقه الزبده. وعندي القطاعات بقى، الاشكال دي الموجوده في كل البيوت دلوقتي، قطعة القلب، قطعة الوردة، قطعة النجمة، قطعة الدايرة، المربع. اي قطعات موجودة عندك واي اشكال موجودة عندك، فنيني بقى وابتكري وابدعي بقى وطلعي ايه الفنان اللي جواكي. تمام. عايزه اقول لكم على حاجه هتشيليها بحرص جدا وبشويش، ويا ريت يكون معاكي حاجه زي اللي بتساعدني دي، لان هي بتتكسر زي ما انتم شايفين بكل سهوله. في الوقت ده كنت طلعت خلاص بقى اول صاج معاك، انا بوريكم بس التسويه بتاعته عامله ازاي. طبعا الكاميرا مغمقاه كمان شويه، لكن هو المفروض يبقى افتح من كده. نرجع بقى تاني للسابليه بتاعنا. انا بوريكم بصوا قد ايه هو دايب. هتساعدي يعني هتجيبي الآلة اول حاجه اللي هتساعدك زي السكينه مثلا اللي معايا دي، ويستحسن تدهنيها زيت يعني عشان تقدري تنزلي السبلهايه او البسكوته من عليها.
تمام. هنا بقى هقدر اقول عليه سابليه وانا مطمنه، يعني الاشكال دي اقدر اقول عليها سابليه وانا مطمنه. تمام. طبعا انا معاكم خطوه بخطوه، ما رضيتش اقص اي حاجه حتى لو اتكسر مني واحده، ما رضيتش اقصها، لان انتوا لازم تشوفوا كل الحاجات اللي بتحصل في البسكوت عشان ما تخافيش وما تترعبيش، يعني لو حصل معاكي حاجه زي كده. بالعكس عادي، كل حاجه بتتداوى، وده معناه ان الطريقه دي ناجحه معاكي. تخيلوا بقى لما البسكوته تبوظ، تعرفي تعرفي ان الطريقه دي كده نجحت معاكي. زي ما انتم شايفين انا بتعامل معاها بحرص شديد جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم بدخلها على فرن. يا نسمة، طب ما قلتيش الوقت بتاع التسوية. بصوا يا جماعة، هي تقريبا ملهاش وقت، يعني ايه؟ لان انا مدخلة صاج كبير، صاج صغير، صاج مدور، صاج كده. تمام. كل صاج وليه مدته. بس هي ما تسيبهاش يعني اكتر من 10 دقايق. يعني لو الفرن سخن عليها قوي قوي، تبصي عليها كل شويه. لو الفرن سخن عليها قوي قوي، تبتدي ايه تطلعيها خلاص. تبصي على القاع بتاعها، لو القاع بتاعها احمر وبقى زي جميل يعني وحلو، خلاص تبتدي طلعيها، لان هي وشها بيبقى فاتح شويه عن القعر بتاعها او القاع بتاعها. هنا بقى بوريكم انا بعمل شويه اشكال اللي هو شبه الطارت كده، بس انا ما عنديش بصراحه الاسطوانات بتاعته او القوالب بتاعته. ولكن عندي اللي هو ورق الكب كيكس اللي هو الصغنطوطي خالص الجميل ده. فانا ايه حطيت كام ورقه كده في بعض، وبعدين علشان تستحمل معايا، لان انا بقعد افرد العجينه في الورقه. بصوا اهو، فحطيتهم كده كام واحده في بعض، وبعدين ايه بفردها فيها وبشيل الزيادات بالسكينه. وطبعا لازم اعمل خرمين في قعرها كده بالايه بالشوكه علشان ما تتنفخش معايا. تمام. وطبعا بروح شايله بقى الورقه الاساسيه اللي هي عايزه ورقه بس، يعني عايزه ورقه واحده بس فيها. تمام. زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، يعني الفيديو موضح اكتر من ان انا بشرح يعني. تمام. علشان طبعا ما هقدرش من الورق، لا انا بخلي له اخر ورقه بس اللي هي يا دوب شايله العجينه معايا، وبشيل الباقي على جنب علشان اعمل بيه مره كمان. كمان تمام. هي دي طريقه سهله جدا، ومن غير ما يكون عندك القوالب بتاعه البسكوت او بتاعه السابلي. كده ادي الصاج التاني بتاعي معايا جاهز اهو علشان ادخله الفرن. بسرعه بسرعه طلعته بقى من الفرن، بوريكم التسويه بتاعته برضو فوق وتحت اهو، ما شاء الله جميل جدا. طبعا لازم يتساب يبرد تماما قبل ما تشيليه من الصاج، لان هو بيبقى دايب، مش بيبقى دايب يعني بيبقى ناعم، فعرضة ان هو يتكسر منك بسهولة. لازم تسيبيه يبرد خالص خالص وبعدين تشيليه من الصاج. انا بوريكم هنا بقى الحاجات الصغننه الكتاكيت بتوعي دول لما طلعوا، بصوا شكلهم عسل وقوي مسكرين ازاي. طبعا وباقي الكميه طلعتها، انا عملت كميه ما شاء الله كبيره زي ما قلت لكم، عشان اودي لحماتي واودي لسلفتي كمان، وايه واقول لهم بقى كل سنه هم طيبين بمناسبه العيد، وكل سنه وانتوا كمان طيبين يا جماعه. ادينا بنفرح وبنفرح حبايبنا، وبنفرح ولادنا، بنفرح نفسنا في ظل الظروف الراهنه واللي ايه واللي البلاد كلها بتمر بيها. بصوا كده بوريكم كل الاشكال اهي. تعالوا بقى دلوقتي لاجمل مرحله واصعب مرحله بالنسبه لي انا. يعني ايه صعبه؟ لان انا تعبت جدا في المرحله دي. انا هنا بقى بجهز معاكم الادوات بتاعه التزيين اللي هنزين بيها البسكوت بتاعنا. انا كنت عايزه سكر ملون، ما عنديش سكر ملون او مش متوفر جنبي يعني سكر ملون. رحت جايبه السكر العادي الخرز بتاعنا، ورحت ضايفه له الوان جل اهي، اي لون انت تحبيه. بص يعني انا مثلا هنا عملت شويه اهم، واعملهم مثلا باللون الازرق، على بس بحط نقطه بسيطه قوي، لان النقطه بتقلب الدنيا. بصوا عامله ازاي، وبقعد افرك فيها كده بايدي لحد ما كل السكر يتلون معايا باللون اللي تحبيه. احمر، انا عملت احمر واصفر وازرق. عايزه تعملي اخضر، عايزه تعملي موف، عايزه اعملي كل اللي انت عايزاه. وجبت معايا كمان للكيلو حوالي ربع كيلو من الشوكولاته البيضاء، وكمان 8 كيلو، يعني ربع ابيض وتمن كمان. وجبت ربع غامق لوحده. طبعا سيحت الشوكولاته البيضاء على حمام مائي، كلنا عارفين الشوكولاته بتتسيح ازاي على حمام مائي. وهبتدي اقسم الشوكولاته بتاعتي دي ل 3 مثلا قوالب كده، او اي اطباق عندك قسمي فيها. تمام. وهبتدي الون الشوكولاته البيضاء، الونها الالوان اللي متوفره عندي، الوان جل. في ناس كتير هتقول لي مش الوان الجل اللي بتلون بيها الشوكولاته البيضاء، انا عارفه، بس ده المتوفر عندي وهو ده المتاح ليا حاليا. تمام. فطبعا استخدمتها. انا حبيت اعمل الالوان الجميله اللي انتوا شايفينها دي، حبيت اعمل الوان فاتحه ومبهجه. ما حبيتش خالص اعمل الوان غامقه وكده. فقلت ايه الاغلبيه عندي هتبقى حاجات كده ايه شبه المطبخ بتاعي، حاجات فاتحه كده ومبهجه.
تمام. فانا لو عملت اول لون بينك هادي، جبت البينك منين؟ طبعا من اللون الاحمر. هو مش باين قوي لان الطبق كمان لونه بينك، فمش باين اللون بالظبط يعني في الكاميرا. هجهز معاكم كمان اللون التاني، حابه اعمل لون اصفر، اللون الاصفر بيبقى حلو قوي في الحاجات دي. برضو حطيت على الشوكولاته البيضاء نقطه بس بسيطه جدا من اللون الاصفر، علشان يديني الاصفر الكناري الهادي ده، عارفينه. وكمان هجهز معاكم اللون الاخير اللي هو حطيت نقطة من اللون الاخضر عشان يديني لون البستاج الهادي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وهجيب اصابع البسكوت بتاعتي زي ما انتوا شايفين اللي احنا عملناها اول حاجة، وابتدي اغطسها في الشوكولاتة واقلبها كده وتشيليها، ولازم تتحط على ورقة زبدة عشان الشوكولاتة لما بتجمد بتقفش، ولما بتقفش ما ينفعش تتشال من على حاجة غير بسهولة غير على ورقة الزبدة. تمام. هعمل معاكم كام واحد كده من لون البينك، وكام واحد من اللون الاصفر، وكام واحد كمان باللون الاخضر. وزي ما قلتلكوا فننوا وابدعوا، اعملوا كل الالوان اللي نفسكوا فيها. شو يا جماعة، احقاقا للحق، فكرة الصوابع بتاعت البسكوت دي مش بتاعتي. انا شفت الفيديو ده على اليوتيوب في قناة يوتيوبر مصرية جميلة جدا اسمها رشا، بس بصراحة مش عارفة رشا ايه، لان انا شفت الفيديو يعني كان جاي لي كده في المقترحات يعني، فطبعا انا بشكرها جدا، وهي دي فكرتها مش فكرتي انا. دي بقى هنا دي شوكولاتة اشكال كنت جايباها من عند الحلواني، موجودة عندي. حلواني ايه، من عند مستلزمات الحلواني. فبنقي منها بقى الالوان اللي عندي. كان نفسي قوي يبقى عندي قلوب، بس اللي كان متوفر عندي النجوم. تمام. فقعدت بقى ابتكر كده وافنن بقى وازين، يعني مثلا واحدة تاخد شوية شوكولاتة نجوم. عندي كمان اللي هي الشوكليت شيبس دي لونها احمر بطعم الفراولة، طعمها حلو قوي قوي على فكرة يا جماعة. برضو حطيت كده كام واحدة عليهم. بعتذر جدا عن منظر ايدي، بس الالوان للاسف بتقعد فترة بتقعد مش فترة يعني، بتقعد شوية كده في الايد لحد ما ايه ما تطلع منها، وكل ما اجي اغسلها الاقي ايدي جت تاني في الالوان. بصوا بقى، عملت شوية كمان بالسكر الملون اللي انتوا شايفينه ده. فننوا ابدعوا وطلعوا كل المواهب اللي مدفونة. طبعا الاشكال مش باينه قوي لان انا بعد شويه تصوير، لكن هتبان دلوقتي ان شاء الله في اخر الفيديو هتعرفوا وهتشوفوا الاشكال دي عن قرب يعني. وبعدين حطيت كده في قرطاس او كيس وخرمت خرم صغير علشان اعمل الشوكولاته البيضه اللي انت شايفينها دي بالخطوط. طبعا شوكولاته بيضه هي سايحه. وحطيتها في الكيس وخرمت الكيس خرم صغير خالص علشان يديني الخطوط بتاعه الكورنيه او الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده. انا خلاص خلصت الكميه بتاعه الشوكولاته الاصابع، ودخلت كمان على البسكويت اللي هو الاشكال اللي انا عملته. هعمله تقريبا بنفس الطريقه اللي عملت بيها الاصابع زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم يا جماعه، الحاجة دي ذوق، يعني ذوق، يعني ايه، كل واحد يعمل بذوقه اللي هو يحبه. انا بس بديكوا الفكرة، وانتوا طوروا منها زي ما انتوا عايزين. تمام. نسيت اقول لكم ان انا لما دخلت البسكوت او قطعته بالقطاعات، جبت كده هي بالبلت كيس حلواني عادية، ورحت خرماه من النص خرم كده لان انا هعمل شوية بالمربى. يعني الخرم اللي في النص ده معمول بكيس حلواني عادي. لو بسكوتة اتكسرت منك بعد ما طلعت من الفرن وانت بتزيني مثلا زي ما حصل معايا دلوقتي، عادي جدا هتلزقيها بحتة شوكولاتة. تمام. هتغمسيها في الشوكولاتة وتروحي حاطة الجزئين اللي اتكسروا جنب بعض، هتلاقيها اتلزقت وبقت حتة واحدة وبقت جميلة جدا. تمام. كده انا خلصت باغلب التزيين. هوريكم بقى اللي هم الصغننين العساسيل دول هعملهم ازاي. بصوا كده، دول هملاهم كده شوكولاته اي لون بقى وزي ما قلت لكم بقى في الفيديو، طول الفيديو بقول لكم دي اذواق. بصوا كده هملاهم شويه شوكولاته بقى ملونه، شوكولاته بني، شوكولاته بيضه، زي ايه زي ما تحبوا وزي ما يبقى متاح ليكي. بصوا كده. مليت تقريبا اغلبهم شوكولاته غامقه، هي بتبقى احلى بصراحه في الشوكولاته الغامقه. وهبتدي ازين برضو بنفس الكيس الابيض زي ما انا عايزه بقى، ابيض بني. ممكن احط قطع شوكولاته بس كده الوان عليها، براحتك خالص. كده انا يعتبر خلصتهم وده شكلهم اهو. طبعا هوريكم الشكل برضو كامل في النهايه. بصوا المنظر جميل ازاي، شكلهم يجنن، احلى حاجه في الحياه. بص بقى يا حبايبي، تعالوا بقى دلوقتي هعرفكم او هوريكم ازاي، بس جزء بسيط كده من الفيديو. هوريكم ازاي بحشي او بعمل اللي هي بيبقى فيها مربى
اللي هو السابليه اللي بيبقى محشي مربى. انا بجيب زي ما قلت لكم، في القطعه اللي فوق دي اللي هي بتبقى مخرومه، والقطعه اللي بتبقى تحت دي بتبقى عاديه سليمه ساده. انا خليت الساده كلهم في الطبق اللي قدامي اللي هناك البلاستيك ده، وببتدي احط عليه كده المربى، واروح مغطيه بالغطا العادي اللي هو الشكل المخروم اللي انا زينته. هتقولوا لي يا نسمة كده مش هتبقى ثابته على الاتنين، مش هيبقوا ثابتين على بعض. عادي ممكن، طب ممكن تلزقيهم مع بعض بشوكولاته، يعني ممكن تحطي مثلا نقطه شوكولاته كده او نقطتين شوكولاته من تحت بين الاتنين، وتروحي لازقه الاتنين في بعض كده بالشوكولاته. بصوا انا بس بوريكم الاشكال جميله ازاي، سكر حلوين قوي قوي. جربوها يا جماعه تعجبكم، فظيعه فظيعه فظيعه. بصوا ما شاء الله، بس عايزه اقول لكم بقى يعني متعبين. كده انا يعتبر تقريبا قربت افنش خلاص. طبعا بعد ما بتخلصيهم وبتجهزيهم لازم يدخلوا التلاجة عشان يتماسكوا كويس، لان الشوكولاته في الحر ده بتسيح جدا، يعني بتفضل سايحه لحد ما تدخل التلاجة. وبعد ما تدخل التلاجة عشان اقدر اشيلها من غير ما يبقى حواليها اي نعكشه، بصوا كده باي سكينه او باي معلقه بشيل الزيادات من الجناب بالراحه كده، علشان دي الزيادات اللي بتبقى مكان الشوكولاته، وبتقدميها بالطريقه اللي انت شايفاها مناسبه ليكي او المتاحه ليكي. بصوا تعالوا بقى ادخلكوا عمكوا واوريكوا الاشكال الجميله اللي احنا عملناها، اللي مش راضيه تبان في الفيديو دي. بجد بجد التصوير ظالمهم. بصوا كده ما شاء الله، شايفين الاصابع جميله ازاي؟ حاجه جديده كده ومبهجه وجميله جدا في العيد، فرحي بيها ولادك، واحنا كمان الكبار بنفرح بيها. انا بوريكوا كده الاشكال، مرضتش اسرع الحته دي علشان تشوفوها معايا واحده واحده اهو. هنا بقى رصيت السابليه كله جنب بعضه اللي هو بالمربى. بصوا الجمال، بصوا الشياكة، ما شاء الله عاجبيني قوي قوي بجد. بصوا مفيش واحدة شبه التانية، يعني عشان كده انا غبت فيهم، يعني عشان لما بقولكم هم متعبين، ايوه عشان انا عملت كل قطعة منفردة فريدة من نوعها، يعني مفيش واحدة شبه التانية. بصوا كمان بقى عملت برضو كام قطعة من كده اللي هم سادة لوحدهم من غير ما يبقوا محشيين مربى ولا حاجة اهم. ايه رأيكم؟ شايفين السخنانة اللي هناك دي جميلة؟ بصوا النجمة دي حطت لها نجمة تانية فوقيها صغيرة. بصوا ايه رأيكم في القلب الجميل ده؟ رقيق قوي. بصوا القلب الازرق ده حلو قوي، ولا القلب السخنن العسل ده. وهنا قلبين حطيتهم جنب بعض صغيرين. بصوا يا جماعة الشياكة والجمال، يا خرابي على العسل. وحبايب قلبي بقى الصغننين المقطقطين. ايوه دول، بصوا صغننين وعساسين ازاي، شكلهم جميل جدا. اللهم اني صايمة بقى. انا بسجل لكم الفيديو دلوقتي تقريبا بعد الفجر، يعني احنا كده خلاص صايمين. ايه رأيكم بقى؟ بصوا ما شاء الله ولا قوة الا بالله، كمية قد ايه؟ من كيلو دقيق واحد، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى يا حبايبي بوريكم كده. كان بعد الفطار فانا قطمت حتة، يعني بوريكم هي قد ايه جميلة من جوه، واللي هي ايه مش مقرمشة ومش طرية، الحاجة اللي هي بين البنين. هنا بقى ببتدي ارصهم في العلب، لان هما لازم يتشالوا في التلاجة في علبة تكون محكمة الغلق. ولما بيدخلوا التلاجة وتيجي تخرجهم بتحس ان اللون بهتان شوية، لكن اول ما بياخدوا على درجة الحرارة بتاعة الجو او الغرفة بتلاقي اللون ظبط معاكي وبقت جميلة. هنا بقى السبليهات الصغننين العساسيل، حاجة كده خرافة. بالله عليكم التعب ده كله ما يستاهلش لايك. بصوا ما شاء الله الكمية، انا كمان شلت منهم شوية اللي هوديهم لسلفتي. يعني انا هنا حطيت دول بس كده اللي هم على جنب تبعنا، والباقيين يعني شلت منهم كمية وعشان اوديهم لسلفتي. دلوقتي بقى اسيبكم مع شوية صور حلوين. يا رب الفيديو يكون بتاع النهاردة يكون عجبكم. واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وفرحوني جدا بالكومنتات. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي.